صبحكم الله بالخير جميعا. أمس الشيخ خليفة وجه باعتماد عام 2018 بعام زايد. طيب أبى أتكلم كسعودي، صار لي شهر في الإمارات بحكم عملي. في شهر واحد شفت أشياء كثيرة في هالبلد جدا عجيبة. من أول ما نزلت المطار أبو ظبي يعلم الله أن قلوب عيال زايد مجالسهم كلها فتحت لي وغمروني بكرمهم، بطيب أخلاقهم، بحفاوتهم. ويعلم الله شهر مخبي كلام كثير في قلبي وماني عارف كيف أرد لو جزء بسيط من طيب هالشعب اللي قدم لي. أنا هالكلام ما أقوله تزلف أو ما شابه، الحمد لله بخير ونعمة بفضل الله ثم بفضل دولتي، لكن احنا تربينا وتعودنا أن نذكر طيب أو نتجمل بكل شخص تجمل فينا، ونذكر طيب كل شخص لو قالنا كلمة حلوة. لذلك من الأشياء اللي شفتها هنا حبهم ووفائهم للشيخ زايد غريب وجميل جدا، وهذا يدل على نبل أخلاق الشعب اللي ما نسى دمعة زايد لما نزلت من كبر قدر الشعب عنده. ولا يمكن أن يفكر أخ أو ابن في يوم من الأيام أننا نحن نرخص. يعيش زايد! وحنا كسعوديين ما ننسى كلمة الشيخ زايد لما قال انه الامارات والسعودية مصير واحد. دولة الامارات هي مع السعودية قلبا وقالبا، ونؤمن بأن المصير واحد، وأن المفروض علينا أن نقف وقفة رجل. واليوم نشوف فعلا عيال زايد حفظوا الوصية في مواقفهم اللي ما ننساها ابدا. يشهد الله ان هالشعب ما نسى وصايا زايد ومثل الخير تمثيل، ويخاف على سمعة بلده وكأنها بيته، الين ما خلوا كل شخص يزور هالبلد يحبها ونطيب اهلها. في النهاية عام 2018 عام زايد، وحنا مع عيال زايد وراح نكون معهم قلبا وقالبا وعملا. والله يرحم الشيخ زايد. ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. هذا اللي أنا أدوره من الشعب.